تخيل معايا اليابان خارجة من الحرب العالمية التانية، بلد مهزومة، كبرياء مكسور، شعب تايه بيدور على رمز يلمه، وفجأة يظهر بطل واحد بس يقف قدام أجانب عمالقة يضربهم بالكاراتي شوب، والجمهور تصرخ من قلبها اليابان رجعت. الاسم ده مش مجرد مصارع، ده أبو المصارعة اليابانية ريكيدو زان. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! The best there is, the best there was. Just a sexy boy. حكاوي المصارعة. ريكيدو زان اتولد سنة 1924 في كوريا، واسمه الحقيقي كان كيم سين راك. وقتها كوريا كانت تحت الاحتلال الياباني، وده خلاه يشوف اليابان أرض الفرص. دخل السومو وخد اسم ريكيدو زان. كان ضخم وقوي لكن ما وصلش للقمة، حس ان مكانه مش هنا. في الخمسينات المصارعة الحرة بدأت تدخل اليابان. ريكيدو زان قرر يسيب السومو ويجرب الجديد. اتعلم الأساسيات مع هارولد ساكاتا، لكن سر قوته الحقيقية كان انه جمع بين حاجتين: صلابة السومو اللي اتربى عليها وتكتيك المصارعة الغربية. بعد كده سافر أمريكا، لعب جولات مع اتحاد NWA واحتك بعمالقة اللعبة. هناك فهم ان المصارعة مش بس رياضة، دي قصة بتتقال قدام الجمهور. لكن لما رجع اليابان قال المصارعة هنا لازم تكون اكتر من عرض، لازم تبقى رمز لليابان نفسها. ففي سنة 53 أسس اتحاد JWA جابان برو ريسلينج ألاينس. عمل ستايل جديد، هايبريد ستايل، خليط ما بين قوة الغرب وجدية الشرق. وأشهر حركة عنده كانت إيه؟ الكاراتي شوب، ضربة بسيطة ولكن مع كل واحدة الجمهور بينفجر. واتشهر أكتر لما بدأ يواجه الجايجين. الجايجين دي في الثقافة اليابانية يعني الغريب، وبتتقال في المصارعة الجايجين أي مصارع جاي من خارج اليابان. اليابانيين لسه جرحهم من الحرب مفتوح. لما بيشوفوا ريكيدو زان واقف قدام أجنبي ضخم، والماتش ما كانش مجرد رياضة، كان معركة كرامة. كل تشوب على صدر الغريب كان بالنسبة لهم ضربة رد اعتبار للأمة كلها. كل انتصار هو طوبة في بناء العزة والكرامة اليابانية. عشان نوصل القمة سنة 57 ريكيدو زان بيواجه لو سيز، بطل العالم واقوى مصارع في وقتها وحامل لقب NWA World Heavyweight Champion، اتكلمنا عليه قبل كده. الماتش اتذاع على التلفزيون الوطني الياباني ونسبة المشاهدات وصلت ل 87%. متخيل؟ يعني كل 100 تلفزيون في اليابان منهم 87 مشغلين المباراة. اليابان كلها وقفت تتفرج. دي كانت حرب عالمية تالتة ولا ايه؟ اللحظة دي حولت ريكيدو زان من مجرد مصارع لرمز قومي. واسيبكم مع ملخص المباراة. ريكيدو زان كان شايف ان مستقبله الحقيقي مش في نفسه ولكن في الجيل اللي هيجي من بعده. ومن مدرسته خرج اتنين من اهم اساطير اليابان: جاينت بابا العملاق الهادئ، اتولد سنة 38 في نيجاتا باليابان. من صغره كان طوله ملفت جدا لدرجة ان زملائه في المدرسة كانوا بيسموه البرج. قبل ما يدخل المصارعة بابا كان لاعب بيسبول محترف في دوري الجامعات، وحلم حياته انه يكون نجم في الرياضة دي، لكن اصابة قوية في ذراعه انهت مسيرته بسرعة. ريكيدو زان شاف ان في موهبة طبيعية، طوله الفارع اللي اكتر من مترين وهيبته اللي تخوف اي خصم، قدمه للجمهور كنجم يواجه الاجانب الكبار. وفعلا الجمهور صدقه لانه كان شكله لوحده بطل حتى قبل ما يلمس الحلبة. أنطونيو إينوكي الفتى المقاتل، اتولد سنة 43 في يوكوهاما، لكن طفولته اتشقلبت بعد الحرب العالمية التانية.
عيلته اضطرت تهاجر للبرازيل عشان يبداوا حياه جديده هناك، وهو عنده 14 سنه بدا يلمع كلاعب كاراتيه، وبعدين لفت الانظار في مسابقات العاب القوه، يعني رياضي مميز من صغره. سنه 57 لما كان لسه مراهق قابل ريكيدوزان اللي كان في جوله بالبرازيل. ريكيدوزان انبهر بيه وقال الواد ده لازم يجي معايا اليابان، فعلا رجعه معاه، ومن هنا بدات رحله اينوكي مع المصارعه. ما كانش عنده حجم بابا، لكن كان عنده حاجه تانية، كاريزما وروح قتاليه. ريكيدوزان علمه قاعده ذهبيه: خلي الناس يصدقوا انك مقاتل حقيقي، ودي الفلسفه اللي بعدين اتطورت لستايل سترونج ستايل اللي ميزه طول مسيرته. الجمهور شاف فيهم جيل المستقبل، لكن هما الاثنين كانوا تلاميذ في مدرسه واحده، مدرسه ريكيدوزان. ديسمبر 63 مشاجرة في كباريه مع واحد من الياكوزا اللي هم افراد المافيا اليابانيه، اتطعن في بطنه طعنه خطيره واتنقل على المستشفى. الدكاتره هناك عملت له عمليه عشان تنقذ حياته، والعمليه نجحت بالفعل، لكن هو ما التزمش بالعلاج، اكل وشرب عادي. بعد ايام المضاعفات خلصت عليه، مات عنده 39 سنه بس. اليابان كلها اتصدمت. اتحاد JWA بعدها تحول لفوضى، الاداره بتتخانق، المصارعين مش عارفين مين الوريث الاول في الاتحاد، اعتمدوا على مصارعين زي شوكجي سايتو ويوشينوري كاتو. بعدين نجم جاينت بابا بدا يطلع وبقى هو البطل الاساسي في الاتحاد، ورا منه كمان اتضاف انطونيو إينوكي اللي بدا ياخد فرصته في الفرق والمباريات الكبيره. الاتحاد ابتكر بطولات جديده زي NWA انترناشونال هيفي ويت شامبيون اللي شالوا بابا، اسيان تاج تيم شامبيون اللي حملوا بابا واينوكي مع بعض كفريق. لكن المشكله ان JWA فضلت معتمده على نجوم اجانب من امريكا عشان تبيع التذاكر. الجمهور بدا يحس ان حتى بابا واينوكي مقيدين ومش واخدين كامل حقهم. عشان نوصل عام 72 عام الانقسام العظيم، في النهايه الخلافات انفجرت. جاينت بابا خرج واسس اتحاد جديد اول جابان برو ريسلينج AJPW. فلسفته كانت كلاسيكيه، مباريات ضخمه ضد اجانب عملاقه. انطونيو إينوكي بدا ثورته واسس NJPW نيو جابان برو ريسلينج. طريقته كانت مختلفه، وبدا يظهر السترونج ستايل، مصارعه فيها واقعيه وقتال حقيقي. الجماهير اتقسمت نصين، اللي شايفين ان بابا هو الوريث الشرعي لهيبه ريكيدوزان، واللي شايفين ان إينوكي هو اللي جسد روح القتال اللي علمها لهم المعلم. ريكيدوزان ما كانش مجرد مصارع، ده كان الاب المؤسس لبروسيرو، اسم يطلق على المصارعه اليابانيه، واللي من بعده اختلفوا الابناء. ومن بعد موت ريكيدوزان اليابان ما عادتش واحده، اللي كان اتحاد واحد بقت ساحه حرب. جاينت بابا وانطونيو إينوكي مش بس اتقسموا، لكن كل واحد فيهم عايز يثبت ان التاني غلط، حتى لو ده معناه ان يكسر عظامه في الحلبه. الجماهير شافت دماء، شافت نجوم بيتصابوا، شافت اساليب مختلفه بتتصارع، تقليد ضد واقع، قوه ضد قتال. ومن هنا بدات اكبر حرب في تاريخ المصارعه اليابانيه، حرب ما بين اول جابان ونيو جابان، حرب اتحادات، حرب ما تخلصش غير لما واحد بس يقف والتاني يقع. مين اللي هيبقى الوريث الشرعي لريكيدوزان ومين اللي هيسقط تحت انقاض الصراع؟ الجواب هنفتحه سوا في الحلقه الجايه. لو مستني تعرف مين اللي كسب الحرب، ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع اصحابك وتشترك في القناه، لان اللي جاي مش حكايه عاديه، اللي جاي دم وصراع ومجد بيتكتب من جديد.